السيد الرئيس، يحدون الأمل في أن يتمخض هذا الاجتماع عن رؤية موحدة وحازمة للمجموعة الدولية من أجل مد يد العون والمساعدة للشعب السوري وإيقاف دوامة العنف التي يتعرض لها. كما نشكر السيد يان إلياسون نائب الأمين العام والسيد كوتيرس المفوض السامي للاجئين على عرضيهما المستفيضين. السيد الرئيس، منذ ما يناهز عن 17 شهرا خرجت شرائح واسعة من الشعب السوري للتعبير سلميا عن مطالبها المشروعة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فقوبلت بالقمع والعنف واستعمال القوة المفرطة. وأمام عجز المجموعة الدولية وخصوصا مجلس الأمن عن التعامل بشكل موحد وصارم تجاه تفاقم الوضع في سوريا، شهدت الشهور الأخيرة تطور الأزمة إلى نزاع مسلح تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات ضد مناطق آهلة بالسكان المدنيين، إضافة إلى تفشي ظواهر الاختطافات والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج القانون وما يرافق كل ذلك من خروقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. ومن موقعها كممثل للمجموعة العربية في هذا المجلس، لم تأل المملكة المغربية أي جهد بتنسيق مع باقي الدول العربية للدفع من أجل وقف العنف وإيجاد حل سياسي يحقن دماء الشعب السوري ويجنبه ويلات الحرب ويضمن له ممارسة كل حقوقه في إطار نظام ديمقراطي تسهم فيه كل شرائح الشعب السوري. وتفعيلا لهذا الالتزام، أسهمت المملكة المغربية في بعثة مراقب الدول العربية ثم في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة أملا في وقف العنف وإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية. وأسهم المغرب بفاعلية في مختلف القرارات التي أصدرها مجلس الأمن في الموضوع، كما في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأمام انسداد آفاق الحل السياسي واتساع دائرة العنف إلى معظم قرى ومدن سوريا مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر جمة للمدنيين السوريين وللأمن والسلم في المنطقة، فإن المملكة المغربية تعرب من جديد عن عميق انشغالها تجاه هذه التطورات الخطيرة واستنكارها لما يرتكب من انتهاكات حقوقية جسيمة خاصة في حق النساء والأطفال، وتطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن باتخاذ قرارات جريئة تسمح بالتدخل سريعا لوقف العنف وحماية المدنيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تحقيق تداول سلمي للسلطة يتوافق مع المطالب المشروعة للشعب السوري. وستستمر المملكة المغربية بتنسيق مع الدول العربية الشقيقة وبتفاعل إيجابي مع باقي أعضاء مجلس الأمر في العمل على تحقيق هذه الأهداف. وإذ نثمن المجهودات الصادقة التي بذلها السيد كوفي عنان للإسهام في تطويق الأزمة، نهنئ اليوم السيد الأخضر الإبراهيمي على تعيينه ممثلا خاصا مشتركا للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنين له النجاح في مهامه لما فيه خير الشعب السوري الشقيق واستقرار المنطقة. السيد الرئيس، إننا نتابع بحسرة وأسى بالغين الوضعية الإنسانية الصعبة والحرجة التي يعيشها الشعب السوري، والتي تتجلى بالخصوص في النقص الحاد في المواد الغذائية والخدمات الصحية والماء الشروب
والصرف الصحي والسكن وغيرها من متطلبات الحياة. وحسب معطيات الأمم المتحدة فإن أكثر من 3 ملايين شخص تضرروا جراء هذا النزاع، بمن فيهم 2.5 مليون في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأكثر من 1 مليون نازح داخلي يواجهون حالة الفقر المدقع. كما يتعرض الأطفال لانتهاكات جسيمة متعمدة تتمثل في الاعتقال التعسفي والتعذيب وسيء المعاملة واستخدامهم دروعا بشرية والتشويه والقتل، مما سجلته تقارير أممية موثقة. وتتعرض النساء أيضا لصفوف الانتهاكات بما فيها الاعتداء الجنسي والجسدي والاعتقال التعسفي. ورغم الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية وبعض المنظمات غير الحكومية، يبقى الخصاص حاداً في حجم المساعدات الإنسانية جراء شح الموارد المالية وصعوبة الوصول إلى المنكوبين والمحتاجين جراء الاقتتال العنيف في عدد من المناطق. وأمام تزايد وتيرة العنف والصراع المسلح، فإنه من الواجب على جميع الأطراف الالتزام بمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً فيما يرتبط بحماية المدنيين وعلى الخصوص الأطفال والنساء، وكذلك احترام حقوق الإنسان. السيد الرئيس، وعلى مستوى اللاجئين السوريين، أفادنا اليوم المفوض السامي بأنه تم تسجيل في دول الجوار ال4 ما يفوق 200,000 لاجئ، إضافة إلى عشرات آلاف آخرين غير مسجلين. ونظرا لارتفاع حدة العنف في سوريا والاستعمال المستمر والممنهج للأسلحة الثقيلة وللطائرات، فإن عدد هؤلاء اللاجئين يرتفع يوميا بشكل مستمر. وأود هنا باسم المملكة المغربية أن أعبر للدول الشقيقة والصديقة الأردن وتركيا ولبنان والعراق عن تقديرنا البالغ لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الصعبة والفاصلة، ولاستقبالهم اللاجئين السوريين بإيثار وسخاء في ظروف اقتصادية دقيقة تمر بها تلك الدول نفسها. إن المجموعة الدولية مطالبة اليوم بوقفة قوية تستوجب في رأينا على الأقل الإجراءات التالية: أولاً، العمل على تأمين ولوج منظمات الإغاثة الدولية للميدان داخل سوريا بهدف إغاثة المدنيين المنكوبين وإيصال المساعدات والدعم الغذائي والطبي اللازم، على اعتبار أن منعها من ممارسة مهامها جريمة يجب أن يدان أصحابها. ثانياً، دراسة وسائل حماية النازحين داخل الأراضي السورية ونقل المساعدات الإنسانية إليهم. ثالثاً، تقديم الدعم المادي واللوجستيكي الكافي لمساعدة الدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين السوريين للقيام بواجبها تجاههم. رابعاً، إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في المذابح والانتهاكات التي ترتكب باستمرار ضد المدنيين والتي تتسم في كثير من الأحيان بالوحشية. وآخرها مذبحة داريا التي أثارت سخط وتنديد المجتمع الدولي، وإعلان نتائج هذه التحقيقات ليأخذ المجتمع الدولي الإجراءات الضرورية ضد مرتكبيها. وإنه اعتباراً لوشائج الأخوة واجب التضامن الإنساني، بادرت المملكة المغربية بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك محمد السادس، وتضامناً مع مملكة الأردنية الهاشمية، بإنشاء مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات في مخيم الزعتري بالأردن، يتوفر على المعدات والإمكانات الطبية واللوجستيكية التي مكنته إلى حد الآن من علاج آلاف اللاجئين السوريين. كما قدم المغرب
مساعدات إنسانية عاجلة غذائية وطبية مباشرة للاجئين على الأراضي الأردنية أو غير مباشرة عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وتبقى المملكة المغربية في تواصل مستمر مع مؤسسات الإغاثة السورية، مع دول الجوار، مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للإسهام أكثر وللإسهام المستمر في جهود الإغاثة. السيد الرئيس، في الختام يبقى لزاما علينا نحن أعضاء مجلس الأمن أن نعمل على تجاوز الخلافات من أجل الوصول إلى حل سياسي وشامل لهذه الأزمة التي طالت، يراعي المصالح العليا للشعب السوري ويتماشى وتطلعاته من أجل مستقبل أفضل، ويضمن تداولا للسلطة تشارك فيه جميع شرائح المجتمع السوري. وشكرا جزيلا.